حقبة إدارية للكابتن محمود الخطيب عبارة عن تخبط إداري. التخبط الإداري يؤدي إلى تخبط فني. يعني إيه؟ يعني الخطيب، كابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية، احنا بنتكلم عليه إداريا في قيادة النادي الأهلي. في تخبط، اللعيبة اللي بتمشي واللعيبة اللي بتيجي والمدربين اللي بيمشوا والمدربين اللي بيجوا يستروا بده تقييمنا له من يوم ما مسك الاهلي لحد النهارده. مش هنقعد بقى نكابر ونقاوح، ده لسه مفيش حاجه اسمها لسه. الجواب باين من عنوانه. المدرب الكبير واللعيب الكبير مش محتاج ده كله عشان تقيمه. يعني كام وش ده محتاج منك كام ماتش ولا حاجه. لعيب منتهي يمشي بكره. مستر يسترب الفرقه بتعمل ايه؟ انا النهارده اداء موظفين. كل الفرق اللي بتلاقيني بتوصل للجون بتاع اكتر مني. النهارده سموحه وصلت للجون عندي اكتر من انا وصلت بكره واحده الهدف بس. حد يفكرني بعرضيه خطيره بانفراد بتصويبه. امام عاشور النهارده ما شفتوش، ما سمعتش اسمه. حتى قناعات المدرب تدل على قوته وضعفه. تخيل مدرب مقتنع بطاهر محمد طاهر عن حسين الشحات. يعني ما يبقوا الاثنين قاعدين بره اول تغييره طاهر. طب لو هيبدا بحد فيهم والمباراه بيبدا بطاهر. تخيل قناعاته ان بالعمري ما كانش جاهز فنيا وبدنيا. كوكا اللي كان جاهز. ادي بالعمري. فقناعات المدرب ده بتدل على هويته التدريبيه الفنيه. مفيش اي تكتيك، ما بشوفش اي حاجه خالص، ما بشوفش اي تركايه، مفيش. حتى لما شفت انت كاموتش ده عجبك عن جراديشار فتمشي جراديشار وتجيبه. طب انت ما حدش قال لك ان بن شرقي بيلعب ناحيه الشمال افضل من اليمين؟ طب ما حدش قال لك ان انا ممكن في حاجه بديله يعني اعملها؟ ما حدش قال لك ان بن شرقي ممكن يلعب هو مهاجم؟ ممكن اجربه في مركز المهاجم في غياب زيزو وتريزيجيه. ابدا بحسين الشحات كجناح وبن شرقي يدخل مهاجم. انت ليه خسران لعيب زي عمر سيد معوض؟ ليه ما هوش على الدكه؟ ليه ويلعب كبديل؟ ليه؟ مش فاهم. هيعمل لك نشاط وحيويه وهيعلي لك رتم الاداء ورتم الفرقه. انت لعبت كاس الرابطه وشفت مجموعه ناشئين ولا واحد منهم معاك؟ للدرجه دي وحشين؟ للدرجه دي سيئين؟ انا وجهه نظري لا، قناعاتك انت اللي غلط. ما جبناش حاجه في يناير خالص غير بالعمري. ما جبناش مدير فني. شكرا.